تخيل كده معايا انت راكب طياره على ارتفاع 35,000 قدم، وفجاه المحركات تسكت، مفيش صوت غير صوت الهواء اللي بيخبط في جسم الطياره. تفتكر ايه اللي ممكن يحصل؟ هل الطياره هتقع زي الحجر، ولا الطيار عنده خطه تانية؟ بص، اول حاجه لازم تعرفها ان الطياره مش بتعتمد على المحركات بس عشان تفضل في الجو. الطياره اساسا مصممه انها تطير حتى من غير محركات لفتره معينه، يعني بالبلدي كده بتتحول لطائره شراعيه عملاقه. ايوه زي ما سمعت كده، الطياره ممكن تنزلق في الهواء، مش هتفضل على ارتفاعها طبعا بس مش هتقع على طول. يعني مثلا طياره بوينج 777 ممكن تقطع حوالي 150 كيلو متر من غير محركات، وده كفايه ان الطيار يدور على اقرب مطار او حتى ارض مستويه يهبط عليها. بس خلينا نسال سؤال تاني، هل الكلام ده حصل فعلا قبل كده؟ ايوه حصل، واكتر من مره كمان. سنه 1983 طياره بوينج 767 كانت طايره بطريقه طبيعيه، وفي وسط الرحله المحركين وقفوا خلاص، ما عادش في محركات ولا حاجه تدفع الطياره. الركاب كانوا في قمه الرعب، بس الطيار كان هادي جدا، بدأ ينزلق بالطيارة كأنه سايق عربية على الطريق، وفي الآخر هبط فعلا في مدمار سباق مهجور في كندا. ولا حد مات ولا الطيارة حتى اتدمرت بالكامل. وده طبعا مش معناه ان كل مرة المحركات هتفصل في الجو الطيارة هتنجو، لا، المكان بيعتمد على سرعة الطيارة وارتفاعها والمكان اللي تحتها. يعني لو فوق المحيط ربنا يستر، بس لو فوق اليابسة الطيارين مدربين يتعاملوا مع الموقف ده بدقة رهيبة. هما بيتدربوا في السيميوليتور على أسوأ السيناريوهات دي كل فترة، فالمرة الجاية لو ركبت طيارة وسمعت صوت غريب ما تخافش، الطيارة مش هتقع بسهولة، والطيران لسه آمن وسيلة نقل في العالم. بس السؤال بقى، لو المحركات وقفت والطيارة فوق المحيط، ايه الخطة وقتها؟ هل فعلا في فرصة للنجاة؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية، فاستنى الجزء التاني لأنه هيخليك تبص للطيران بنظرة مختلفة تماما.